ورجع أبونا من التراويح ويلا نجهز الحلا. فقدر على النار حنضيف الماء ونضيف عليها الزيت والسكر ورشة ملح ونقلبهم مظبوط مع بعض. أول ما تغلي الموية حنضيف عليها الدقيق ونقلب كويس إلى ما تصبح العجينة متماسكة. حنضيف النشا، نقلبهم تاني تتداخل المكونات، وبعدها حننقل العجينة للعجانة. خليطنا البيض والفانيليا حنخلطهم مع بعض وحنضيفهم على العجينة شوية شوية إلى ما يصير قوام العجينة نفس الموضح في الفيديو. نبدأ نشكلها بالقمع المخصص لبلح الشام. حنقليها في زيت بارد حيحمى أثناء القلي، وبعد ما تاخد لون ذهبي حلو حنغطسها في الشيرة. وكده وصفتنا صارت جاهزة، وبدأ أحلى وقت في اليوم، حلا وقهوة وجلسة روقانية. في كل مرة هدمتني فيها الحياة كان الله هو من يبنيني من جديد، وفي كل مرة استصعبت فيها المواقف كان الله هو من يهونها علي، وفي كل مرة زارني فيها القلق كان الله هو من يبث في قلبي الطمأنينة، وفي كل مرة شعرت فيها بالوحدة كان يؤنسني بلطفه، وما زلت أقلق ويطمئنني، أنكسر ويجبرني، أحزن ويسعدني، أستصعب وييسر لي، أطلب ولا يؤخر عني، وفوق هذا كله ما زلت أخطئ وما زال يسترني. لقد كان الله معي دائما وما زال. رمضان كريم.